أبو جهل يا جماعة جاءته فترة كلما جاء الليل يقبل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ويتسمع القرآن، يجد راحة نفسية ومتعة، لأنه خلق أصلا لهذا القرآن، لعبادة الله به. فيوم من الأيام رآه واحد من المشركين، قالوا ايش عندك يا أبا جهل؟ أنت تأتي إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي إلى بيت هذا النبي ونحن مكذبون به، تستمع قرآن؟ قال لا بس هذا أمر عادي ومضى. فلما كان في الليلة الثانية جاء أبو جهل يتسمع القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في بيته في مكة قبل أن يهاجر. الليلة الثالثة الأمر نفسه، جاء فعلا يتسمع القرآن. فلما مشى أبو جهل أمسكه واحد من قومه البارزين، قال يا أبا جهل، قال نعم، قال أصدقني، أتعلم أن محمدا هذا على حق أم على باطل؟ فقال أبو جهل والله إني لأعلم أنه على حق. قال عجبا، فما يمنعك من اتباعه؟ ماذا إيش يضرك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ انتهينا. حتى تلك الأيام ما في صلاة، ما في صوم، ما في حج، ما في زكاة، مجرد لا إله إلا الله وانتهينا. هذا الإسلام ما كان في شرائع، يعني ما في أي تكليف وأي تعب عليه لما يسلم. قال فما يمنعك من اتباعه؟ فقال يعني نحن بنو مخزوم تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. قريش يا جماعة كانت تحكم مكة، لكن ما في رئيس لقريش، يعني مكة كانت من غير أمير، من غير رئيس تلك الأيام. أبو جهل له رئاسة على قومه، أمية بن خلف له رئاسة على قومه، أبو طالب له رئاسة، أبو لهب له رئاسة، أبو سفيان له رئاسة، كل واحد رئيس، لكن ما في واحد يعتبر رئيس على هؤلاء جميعا. فكان الجميع يتنافسون. فيقول أبو جهل إنا تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، كل واحد يريد يكون له الكلمة في مكة. فأطعموا فأطعمنا، صار الحجاج يأتون ونأتي نحن ونقول هذه هدية لكم منا نحن بني مخزوم، فيأتي بنو مناف عبد مناف ويطعمون مثلنا، فخربوا علينا الشرف. قال وسقوا وسقينا، صار إذا الحجاج ذهبوا إلى منى أو عرفة وكذا يأتي بنو عبد مناف بالأسقية والقرب يسقونهم، ففعلنا مثلهم. واعتنوا بالبيت واعتنينا، حتى إذا تحاكت الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمن أين نأتي بهذا؟ الأكل نأكل الناس ما في مشكلة، والشرب نشرب الناس، واللبس ندبر الناس لبس، لكن ما نستطيع نخترع نبي مثلهم. يقول حتى إذا تحكت الركب قالوا منا نبي فمن أين نأتي بهذا؟ والله لا نؤمن به أبدا. شوف الحسد. ويسمي النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل فرعون هذه الأمة، ويقتل أبو جهل ويذبح كما تذبح البهائم في معركة بدر، والرجل لا يزال على حسده في قلبه ولا يمنعه من اتباع الدين إلا الحسد الذي في نفسه. من أعظم صفات المنافقين الحسد. يقول الله سبحانه وتعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني عبد الله بن أبي ومن معه إذا انتصرتم أيها المسلمون ضاق صدره وساءه ذلك. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. عبد الله بن سبأ ومن معه كانوا يعرفون في دواخلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكن حسدا من عند أنفسهم. في يوم من الأيام مشى النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن عبادة ليعوده، وكان سعد مريضا. في أثناء الطريق قال واحد من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام على دابة على حماره، قال يا رسول الله هنا مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول مع مجموعة من الناس، تعال وادعوهم إلى الإسلام. هذا في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لا يزال المدينة ليس فيها منافقون، كان فيها مسلمون وكفار، لأن المنافقين ما ظهروا إلا بعد الانتصار في معركة بدر. اضطر الكفار يظهرون أنهم أسلموا حتى يستطيعون أن يتعايشوا مع الناس. لكن في البداية كان الكافر من الأوس أو من الخزرج أو من غيرهم يقول هو كافر ما عنده مشكلة، والمجتمع كان يعني يحتمل مثل هذا. فقال واحد من الصحابة يا رسول الله هنا عبد الله بن أبي، يعني لو جئت ودعوتهم إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهتبل ويغتنم كل فرصة للدعوة إلى الله. جاء صلى الله عليه وسلم واستدار بدابته بحماره
وجاء وأقبل إليهم، فلما رآه عبد الله بن سلول مقبلا من بعيد وضع طرف عمامته على أنفه وقال: لا تغبروا علينا، لا تغبروا علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت وجاء يمشي بكل هدوء حتى وقف بينهم، ثم قال: السلام عليكم، وبدأ يدعوهم. فقال عبد الله بن أبي: يا هذا امضي إلى رحلك، يعني امضي إلى بيتك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. يعني عطه قصة شعيب وقصة، أنت ما عندك إلا قصص شعيب ولوط، اقصص عليه ولا تغشنا في مجالسنا، لا تشغلنا في مجالسنا، كل يوم تأتي إلينا وتدعونا، لا تغشنا في مجالسنا. فقال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كان موجود، أو عبد الله بن حذافة، قال: يا رسول الله بلغشنا في مجالسنا فإنه أحب إلينا. فقال عبد الله بن أبي: اذهب قد آذانا نتن حمارك. يكلم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن حذافة قال: والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. بيض الله وجهه، شوف الشجاعة يعني والقوة والقدرة على الإسكات. يقول: والله ريحة الحمار أحسن من ريحتك يا عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول طبعا له شرف عند قومه. قام عبد الله وتماسك هو وعبد الله بن حذافة، بدأوا يعني يتقاتلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فصلهم عن بعض ومضى، ودخل على سعد بن عبادة المريض. سعد بن عبادة سيد من سادات قومه. فقال صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد، أما سمعت ما قال الزنديق الفاجر عبد الله بن أبي؟ يقول: أسمعت ما قال أبو الحباب؟ شوف الكنية، يكني إكراما له واحتراما وتلطفا. يقول: أسمعت ما قال أبو الحباب؟ قال: وماذا قال يا رسول الله؟ قال: إنه قال كذا وكذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أرفق به في حسده الشديد لك وعدم اتباعه ومحاولة دائما أنه يسخر منك أو يستهزئ. أرفق به، فإننا كنا في المدينة نساؤنا تصنع له التاج وتصف له الخرز، يعني تاج الملك صنعناه له، ما بقي إلا أن النساء تصف له الخرز مثل المسباح، يعني لنزين به هذا التاج، حتى إذا علم أنه ملك علينا خلاص ما بقي إلا قليل ونملكه، جاء الله تعالى بك. طبعا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خلاص صار الملك له والإدارة في المدينة والرئاسة له. يقول سعد بن عبادة: فشرق بذلك عبد الله بن أبي بن سلول، فارفق به يا رسول الله. وظل عبد الله بن أبي بن سلول يا جماعة حاسدا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى مات عبد الله بن أبي بن سلول، حتى إنه هو الذي اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بما هي منه بريئة، بالفاحشة، وأنزل الله تعالى الآيات وسماه إفكا. وهو الذي قال في بعض المعارك: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهو الذي قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. ومع ذلك يموت على ضلاله وفجوره لأنه منعه الحسد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام.